اهلا بيك يا صديقي الاهلاوي في حلقه جديده هنتكلم فيها عن موضوع يهم النادي الاهلي وجماهيره. انا طارق العدل، ولو اول مره بتشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب وما تنساش تعمل لايك للفيديو. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده هو قرار اللجنه الاولمبيه اللي صدر النهارده خلال ساعات تقريبا، واللي هو رفض شكوى النادي الاهلي، والنادي الاهلي كان شاكي اللجنه الاولمبيه. قال في الشكوى بتاعته ان هو معاه مستندات بتثبت صحه موقفه في انسحابه من مباراه القمه ضد اتحاد الكوره وضد رابطه الانديه. دلوقتي الموقف اتصعب على إدارة الأهلي ومجلسه وعلى جماهيره برضه. لو قلنا إن القرار ده بيمس برضه الجماهير وبيخلي الجماهير دلوقتي تسأل 100 سؤال، وهو إحنا هنعمل إيه بعد قرار رفض اللجنة الأولمبية الشكوى اللي إحنا قدمناها؟ هل الأهلي هيكمل في إجراءاته برضه هينسحب من بطولة الدوري وهيقول خلاص انا مستمر على قراري وهيخسر بعديها حقوق الرعايه ويخسر فلوس كتير، ولا هيكمل الدوري وبعد كده يقول انا هبدا اختصم بقى اتحاد الكوره ورابطه الانديه واتصعد الموضوع للمحكمه الرياضيه والفيفا و من النهايه كده هو الموضوع اتصعب جدا جدا على مجلس الاداره. ناس كتير كان متوقعه ده هيحصل، ناس كتير بتقول يا جماعه انتوا ليه خايفين الموضوع ان اللجنه الاولمبيه ترفض الشكوى؟ ده شيء متوقع، والاهلي كان بياخد خطواته محليا عشان يعرف يصعد الموضوع من الناحيه الدوليه للفيفا او المحكمه الرياضيه. احنا دخلنا نفسنا في نفق غريب جدا، على الرغم ان احنا ممكن نقول ان قرار المجلس الاداره هو قرار صحيح، وان حصل تجاوزات كتير قوي خلال الفتره الاخيره اجبرت مجلس اداره النادي الاهلي ان هو ياخد القرار بالشكل ده، والبعض التاني محاسس وقايل ان القرار ده قرار متسرع، وان القرار ما كانش لازم اداره الاهلي تاخده، وكان مستشهده بان التاريخ دايما الاهلي بيتظلم من اتحاد الكوره، الاهلي بيتظلم من الحكام، وبالتالي مش ده الموضوع اللي انت تنسحب منه وتكلف فريقك موقف زي ده. ممكن يكون اسوأ قرار في تاريخ النادي الاهلي. ليه هيكون اسوأ قرار في تاريخ الاهلي؟ لو الاهلي ما عرفش يجيب حقه والاهلي ما كانش معاه مستندات، فاحنا فعليا قدام موقف سيء جدا. الموقف ده اهدى بيراميدز بطوله الدوري، ممكن يفقدك المركز الثاني ولصالح نادي الزمالك، وبالتالي انك هتتحرم من الموسم الجاي انك تلعب في افريقيا، وبالتالي ممكن نادي الزمالك يلعب في بطوله كاس العالم للانديه. لو كان بقى ايه، بص عارف انت سيناريو كوره، يجي هو بعد كده يقوم كسبان بطوله دوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي ويصعد يلعب كاس عالم الانديه، وبالتالي يبقى انت اهديت كل منافسينك بص تذكره يعني ايه، حقق احلامك. شوف انت عايز تعمل ايه، بيراميدز عايز تحقق بطوله الدوري فانا هديك بطوله الدوري، نادي الزمالك عايز تشارك في افريقيا، انت بتلعب في الكونفدراليه بقالك مئات السنين تقريبا وعاوز تلعب في بطوله افريقيا، يلا هلعبك، ويلا بقى بعد 25 سنه تاخد البطوله، ويلا بعد 25 سنه تروح تلعب في كاس العالم للانديه، وبالتالي انت هتكون قاعد مشلول. وهجيب الشلل طبعا جماهيرك بفكره ان ايه ده، انا اديت كل الخصوم بتاعتي تذكره وقبله الحياه ان هو يعرف يعمل كل حاجه. لكن الجنب الثاني بقى اللي هو مع مجلس الاداره، هو بيقول ان القرار ده قرار متوقع جدا، ان اللجنه الاولمبيه هتصدق على قرار رابطه الانديه وهتقول ان الاهلي معهوش حق، على الرغم ان انا مش شايف ده صحيح. ان انا معايا مستندات ومعايا ما يدين اتحاد الكوره ويدين الرابطه، وبالتالي اللجنه الاولمبيه لا هتلغي القرار وهتقول لك لا انت معاك حق، وبالتالي لا احنا نعيد المباراه مره ثانيه وهكذا وهكذا وهكذا. لكن فكره ان اللجنه الاولمبيه تعمل القرار ده، فده ملوش على معنى واحد، ان مستنداتك ضعيفه، هل معكش كل كلامك مرسل، هو قال لي، هو عاد لي، هو مش عارف ايه، ده انا معايا تسجيل لاحمد دياب بيقول كذا، انا معايا الايهاب الكومي لما كان بيتكلم في صدى البلد، كل الكلام ده اونطه، كل الكلام ده في شنك، كل الكلام ده ملوش اي قيمه. معاك مستند قوي تقدر تثبت بيه حقك يا معكش، يا تقول خلاص يا جماعه انا معيش حاجه وقرار غلط، وانت وقتها بقى انت هتحطنا كلنا في موقف سيء جدا. موقف سيء ان هو لسه قايلينه من كام دقيقه، ان هو انت خلاص كده انت اهديت المنافسين بتوعك، يعني اديتهم جايزه، اديتهم مكافاه. انا بدل ما اقعد يا عمي اتعب معاك واحاول على بطوله الدوري، يا عم كنت تنزل مباراه الزمالك واكسب الزمالك واضغط على بيراميدز اللي اتعادل في المباراه اللي هي في نفس الاسبوع، اتعادل وقلل الفرق ما بينك وما بينه، هتاخد منه دوري، هتاخد منه الدوري. لكن انت زنقت نفسك زنقه ومش عارفين دلوقتي الوضع هيكون ايه للامانه. ولحد دلوقتي الاهلي ما طلعش بيان، بس ممكن الاهلي يطلع بيان هيكون حاجه من الاثنين، يا الاهلي هيستكمل اجراءاته ومش هكمل بطوله الدوري وهنسحب من بطوله الدوري وهصعد الموضوع لواحد 2 3 4 5، يا اما هستكمل الدوري. لان طلع دلوقتي على في الجول في خبر بيقول مصدر من اداره من شركه اداره الكوره بتقول ان هي نصحت مجلس اداره النادي الاهلي بان هو يلعب بطوله الدوري، لان العقوبات هتكون مكلفه جدا.
طيب انا اسف يعني، هو حضرتك كنت فين قبل ما انا انسحب؟ ما تقوليش القرار، ما تقوليش المعلومه الحلوه دي. طبعا انا يعني ايه بسخر من الكلام ده، لان هو انت عارف كويس عقوبه انك تنسحب من بطوله الدوري ايه، وبالتالي انت بتاخد القرار ده، فانت اكيد عارف وواثق انك مش هتنسحب، انك بس هددت بالموضوع ده وانك هتاخد حقك. لكن باللي بيحصل ده احنا ماشيين في سيناريو غريب، سيناريو ان اللجنه الاولمبيه اللي انت قلت لها لو سمحتي انا عندي خصومه مع اتحاد الكوره، عندي خصومه مع رابطه الانديه، تعالي جيبي لي حقي، وتعالي انا بديكي مستند 1 و2 و3 و4 و5 جيبي لي حقي. وبالتالي اللجنه الاولمبيه حققت في الموضوع من طرفها، ايا كان مين رئيس اللجنه، ايا كان مين ميوله ايه، ايا كان قرارها في النهايه بقول لك لا، شكوتك ملهاش قيمه، شكوتك مش مبنيه على اسس صح. وبالتالي حكمت ان الشكوى تترفض، وبالتالي انت خسرت مباراه الزمالك، وهيتخصم منك كمان 3 نقط في نهايه الموسم ده، في حال انك استكملت بطوله الدوري ولعبت الماتش الجاي قصاد بيراميدز. طيب انا كواحد من الجمهور ايه وضعي حاليا؟ انا المفروض يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ هل اسقف لك؟ هل اقول مبروك؟ هل اقول والله يعني لا كمل يا مجلس الاداره، برافو عليك، صعد الموضوع عالميا ودوليا واشوف حقك في الفيفا؟ طيب حبال المواضيع دي طويله، انا هعمل ايه في بطوله الدوري؟ هنسحب؟ تفرض بعد ما انسحبت المحكمه الرياضيه انصفت اتحاد الكوره ورابطه الانديه وانت ما كانش معاك الحق، ها هتعمل ايه؟ انت هتبقى بهدلت الدنيا. انت مش بس هتعمل، انت بقى بوظت الدنيا، انت عملت كارثه. انت هيبقى ممكن ده قرار تاريخي بس بشكل بقى سلبي، قرار تاريخي بانك عملت حاجه سيئه جدا، ضريت قيمه النادي الاهلي. في ناس يا جماعه زعلانه على القرار ده، منهم اسلام مهدي، واسلام مهدي يا جماعه من الناس المحبه جدا للنادي الاهلي. اسلام مهدي من الناس اللي بتحب وبتعشق النادي الاهلي. فكره ان هو يكون معترض مع القرار ده يا جماعه ده هو رايه في الاول وفي الاخر، ده رايه. واسلام مهدي بيقول انا معترض على القرار وشايف ان انت كنت تنزل المباراه وي 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 يعني منطق قرار، يعني بص هو رايه منطقي ورايه يحترم. برضه هتيجي تشوف من وجهه نظره، ما هو دلوقتي اللجنه الاولمبيه لغت القرار او ما لغتش القرار، رفضت الشكوى بتاعتك، يعني بتدينك وبتقول انك معكش حق وانك انسحابك غلط. طب يا جماعه الخير، ما هو برضه من الزاويه دي الزاويه دي هو معاه حق. الناس اللي بتعترض ان احنا ليه انسحبنا معاهم حق، احنا ليه انسحبنا؟ لو هناخد من وجهه نظرهم، وجهه النظر الثانيه يا عم انا واقع عليا ضرر كتير واتظلمت كتير ومعايا اثباتات بتقول ان بيراميدز الدوري بيتوجه له، وان بيراميدز مجلس اداره اتحاد الكوره وعده ببطوله الدوري. طيب هي فين المستندات دي؟ يا جماعه المستندات دي لو صحيحه ومعاك حاجه تستحق هتاخد حقك. لكن كل الخوف ان يكونش معاك حاجه، ويكون كل الكلام ورق، وكل الكلام ملوش يعني ايه، عارف انت اللي هو ايه، يلا انا بقول اهو فض مجالس، يلا يا جماعه ده قالوا لي كذا 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 كذا. طيب معاك مستند؟ لو معاك مستند هتاخد حقك من التقييم، لكن انا مرعوب من فكره انك ما يكونش معاك مستند. قرار اللجنه الاولمبيه بالنسبه لي انا متوقع ان هو هيطلع يقول لي كده، متوقع ان هو هيطلع يقول لي لا والله انت مالكش حق وانت مش عندك والشكوى مرفوضه، وقرارات رابطه الانديه لا والله صحيحه ولازم تطبق عليه. ده متوقع بالنسبه لي. الخطوه اللي جايه بقى اللي مش متوقع انك هتعمل ايه. انت 100% من ساعه ما طلعت القرار وانسحبت من مباراه الزمالك وقلت انا مش هلعب بطوله الدوري، فانت بيتضغط عليك من 1 و2 و3 و4، وتاثير 1 و2 و3 و4 هيظهر دلوقتي. انت دلوقتي رحت اشتكيت اللجنه الاولمبيه، واللجنه الاولمبيه رفضت الشكوى بتاعتك، فدلوقتي بقى الناس اللي ضغطت عليك 1 2 3 4 دول هيبداوا دلوقتي يقول لك هتعمل ايه بقى؟ هتعمل ايه؟ هل هتنسحب ومش هتكمل الدوري وهتتحمل النتائج؟ والله ما حد هيرحمك. لو ده حصل وانت معكش حق وانت معكش ورق ومعكش اثباتات، والله ما حد هيرحمك، لانك هتكون عملت كارثه في تاريخ النادي الاهلي. هنفتكرها بقى قدام ان شاء الله، احفادنا بقى واولادنا قدام يفتكروه ان في سنه 2025 اداره من مجلس اداره للنادي الاهلي انسحب من بطوله الدوري وما كانش معاه حق. انسحب وما كانش معاه دليل في ايده بيقول والله انا كان المفروض المباراه دي تتلعب بحكام اجانب وان. كل الشواهد بتقول انك معاك الحق، بس معاك ما يثبت
الحكم اللي جه بتاع السعوديه ده الوزير جاب وكلم وزير السعوديه وتعالى يا ابني، وطياره جت وفندق اتحجز ويلا. والمراسلات اللي انت بعتها كل ده، اديني عقلك برضو. الحاجات دي لو انت معكش مستندات بالحاجات دي يبقى في حاجه غلط يا جماعه. اصل برضو اديني عقلك. يا عمي انا كنت مع القرار ده، بس القرار ده مبني ان انا معايا مستندات، وبالتالي هل فعليا انا معايا ولا مش معايا؟ وهل المستندات اتقدمت بشكل صح يا جماعه؟ انا كل ثقه في اداره النادي الاهلي ان هي فعليا بتمشي قانوني. لكن الموضوع بقى يلا عايزين بقى يا جماعه لازم يكون في مصارحه والامور تكون واضحه. بيانك النهارده ما يكونش بيان عنتري ويكون بيان مبني على شيء قانوني. يا ريت النهارده البيان اللي هيطلع كمان شويه ده يكون بيان مبني على شيء صلب، مش على اي كلام وعنتريه ويلا. في ناس بتقول لك ان القرار بتاع الانسحاب ده قرار عنتري، وان القرار هو فعليا انت طلعته وانت متعصب وانت ما كنتش حاسب الفكره، وانك اتاخرت اصلا في انك تقول كده. نرجع ونقول ناس زي اسلام مهدي له كل الاحترام والتحيه، هو معترض انك ما قلتش من بدري. انت طلعت القرار دلوقتي وانسحبت دلوقتي، ما كان زمانك من اول ما القرعه طلعت كنت تبدا اعترض وابدا قول لا القرعه دي مش معموله صح، وان في مشاكل في القرعه. وحتى لما هتروح اهو تقابل الزمالك قبلها بيومين ثلاثه، انا مش هروح الا بحكام اجانب ومش هستكمل الدوري الا بحكام اجانب لكن انت استنيت يوم المباراه وقلت كده، وده غلط. وده حطك في ضغط، وحطك بقى دلوقتي انت عمال تفكر كواحد من الجمهور. هو ايه الوضع دلوقتي؟ هو الاهلي فعلا غلطان؟ هو انا ما كانش لازم اعمل كده؟ هو 100 تساؤل بقى وحدوته وقصه. قرار اللجنه الاولمبيه متوقع، لكن القرار اللي جاي غير متوقع من طرف النادي الاهلي. يعني هتنسحب؟ هتتحمل اللي هيحصل؟ هل هتتحمل التكاليف والعقوبات اللي هتحصل على النادي الاهلي؟ وغير التكاليف والعقوبات، هل تتحمل ان السنه دي انت اهديت الدوري للبيراميدز، والسنه الجايه الزمالك هيلعب في افريقيا مكانك وانت مش هتلعب؟ هل انت قصاد كل ده طالع مستفيد ايه؟ ولا حاجه. لحد دلوقتي انت مش مستفيد اي حاجه. فساد اتحاد الكوره على الرابطه على الحكام على هيفضل طول العمر. بلاش افواره، التاريخ بيقول كده. طول الوقت انت بتتظلم من اتحاد الكوره، وطول الوقت بتتظلم من الحكام، طول الوقت انت. وبعد كده ما تروحش تلوم بقى جماهير الزمالك ان هي فرحانه دلوقتي او اداره الزمالك، لان هم حقهم، هم شايفين دلوقتي ان هم انتصروا عليك. فهو يعني معلش، في امثله بتتقال في المواقف اللي زي دي، بس ما علينا مش هنقول الكلام ده، احنا في شهر مبارك وكريم. احنا دلوقتي عاوزين نقول ان قرار النادي الاهلي اللي جاي خدوه بقرار عقلاني وقانوني عشان يحافظ على حقوق النادي بعد انتوا ما تمشوا، عشان ما يضروناش بعد انتوا ما تمشوا. في الاول وفي الاخر احنا بنشجع الشعار، مالناش اي علاقه بقى باسامي. احنا عاوزين قرار من مجلس اداره محترم وقوي يحافظ على حقوق النادي بعيدا عن الاستعراض والشو، بعيدا عن القرارات العنتريه اللي هو يلا ووراك يا اهلي وهندعمك لا تمام هندعمك وكل حاجه، بس عايزين قرار يكون عاقل، قرار يكون موزون، قرار يكون مبني على اسس قانونيه تحفظ حقوقك. خلينا نشوف الفتره الجايه هيحصل فيها ايه. الموضوع داخل في منحنى سخيف جدا، ما كنتش اتمنى للاهلي يقع فيه، بس خلاص احنا دخلنا، ما علينا ان احنا نشوف هنعمل ايه صالح للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه. ان شاء الله خير، وفي انتظار بيان النادي الاهلي اللي هيطلع كمان شويه. سلام.